الفريق الاول قدم في النادي عمل مسحه الكشف عن فيروس كورونا. خليني هنا انها مسحه تست لان دي على حساب نادي الزمالك للاطمئنان الفريق بالكامل، ولكن الرابيد تست وقبل المباراه 48 ساعه كورونا والاطمئنان على اللعيبه، وده قبل انطلاق التدريبات الجماعيه اللي دلوقتي على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله. الطبي للفريق بقياده دكتور اسامه اطمن بشكل كبير على حاله اللاعب، وزي ما قلت لحضراتكم ان على حساب النادي علشان بس على اللاعبين راح في ان انا اطمن على اللعيبه التدريبات الجماعيه. كمان كابتن الهادي المدرب العام عسى فنيه مع قبل التدريب. مدحت عبد الهادي بالمناسبه هو اللي بيقود تدريبات الفريق في ظل غياب المدرب البورتو باتشيكو اللي لبلاده بالتاكيد واخد اجازه كده، والمفروض طبعا علشان كان ايام راحه في النص الراجل استغل ستي وقرر انه يسافر يقضي الاجازه دي مع اسرته. ان شاء الله هيرجع يوم السبت، فكابتن مدحت عبد الهادي هيقود مران الفريق في تدريبات اللي هم تقريبا هيبقوا تدريبتين او بالكتير لحد ما يرجع يوم السبت. زي ما قلت لحضراتكم الزمالك كان اخذ راحه لمده 4 بعد الفوز الكبير والمحترم حققه على فريق الرجاء المغربي في اياب نصف نهائي دوري افريقيا بنتيجه 3-1 بعد ما باتشيكو سافر مد الراحه. يعني يوم من الراحه هناخد 4 ايام، كان المفروض هيرجعوا التمرين يوم الثلاث، لكن هو طول فتره الراحه شويه وخلاها ايام، وطبعا ده معقول جدا في ظل ضغط في الفتره اللي فاتت، فقال ان في فتره تكون كبيره علشان دي راحه للاعبين طبعا علشان يعني طبعا للعضلات يكون اللعيبه تهدى شويه من اللي كان في المباريات طبعا اللي كانت في الفتره اللي فاتت. طيب من ضده زي ما بقول لكم ان الفريق الاول اللي بيتدرب دلوقتي على ملعب وده استعدادا لكاس مصر، واللي هو دي مباراه الزمالك هيلعبها وهتكون يوم 21. الزمالك بيستعد لها بالتاكيد، بيستعد لنهائي دوري ابطال افريقيا اللي هيتلعب زي ما عارفين يوم 27 الشهر الجاري مع الاهلي على استاد القاهره الدولي. هتكون فرصه كويسه للعيبه دي انه يطلع الدرجه الاولى لان ده بيحفزهم بشكل كبير، وكمان اشوفهم بقى عيني تبقى على اشوفها في فتره ما فيهاش ضغط قوي. صحيح الفتره اللي قدامنا مش شهر يعني، ولكن موجودين فالفتره دي من هنا لحد يوم 17 لما الدوليين يرجعوا فتره كويسه ليهم وللجهاز الفني انه عناصر كويسه يعتمد عليه الجديد. طبعا بنتمنى التوفيق لكل اللاعبين، عندنا ناشئين عدد محترم جدا وعلى مستوى، بنتمنى ان احنا نستفاد باكبر قدر لان ده زي ما قلنا قبل كده وهنفضل نقول ابن النادي غير لانه عارف يعني ايه تيشيرت نادي الزمالك، لانه عارف يعني ايه بطوله، لانه عارف يعني ايه بطولات نادي الزمالك نادي جماهير، وفي نفس الوقت بيوفر امكانيات ماديه جدا لما بتستعين بقى من الخارج. هتستعين بلعيبه من الخارج بالتاكيد مش بنفس القدر لو عندك ناشئين قدرت انت تستفاد منهم بشكل كبير. طيب خلينا نروح امام الظهير الايمن واللي بيشارك في التدريبات الجماعيه للفريق. زي ما يعتبر جاهز بالمناسبه من ماتش الرجاء اللي كان هنا في مصر، بس باتشيكو فضل انه ما يشاركش في المباراه، فضل انه المباراه او اي مباراه مقبله يكون نسبه شفائه وصلت ل 100%، يكون جاهز 100%، وده علشان ما يكون للاصابات الثانيه. اللاعب بالمناسبه بقى جاهز شارك في التدريبات الجماعيه وده لماتش نادي مصر في كاس مصر. طبعا بحيي باتشيكو ما استعنش بيه في مباراه الرجاء في عز ما كان محتاج بالمناسبه، لكن انت النهارده لازم تلعب على فكره انك يعني ما العبش على اللحظه اللي انا لا ادام عندي بديل استخدم البديل علشان اقدر استفاد منه في الاهم والاهم النهائي تاكيد، فما جازفش وممكن اعرضه لرجوع اصابه الله مره اخرى، فاستنى طبعا عليه لما عبد اللطيف لاعب الفريق الاول في نادي الهلال السعودي هيرجع لفريقه بعد التوقف الدولي الحاليه. فتره توقف كبيره غابها اللاعب عن الملاعب بسبب عمليه جراحيه طبعا اجراها وكانت في الرباط الصليبي. صحيفه الرئيه قالت ان عطيف خلاص جاهز للمشاركه مع عدم مشاركته في الجوله اللي فاتت من الدوري كان من جهال تأهيلي علشان شفاء المباريات لفترة طويلة ولازم عودته تكون تدريجي. عطيف كان خضع لعملية صليبي في شهر فات في مدينة برشلونة الإسبانية بعد تعرضه للإصابة في لقاء أهلي دبي الإماراتي، والإصابة كانت بالتحديد شهر بدوري أبطال آسيا. طيب
خلينا نروح للاتحاد الاماراتي لكره القدم اللي اطلق برنامج جرعه سكرونا للاعبي الانديه والمنتخبات القوميه ومنقذا بالتنسيق مع الجهات المختصه في الدوله. والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الامارات لكره القدم في تصريحات صحيفه البيان ان البرنامج في اطار حرص الاتحاد السير والمضي قدما قرارات التي الجهات المختصه بالدوله على سلامه قاد المجتمع، وجعل دورات نموذج يحتذى به على في كيفية التصعيات الجائحة بكفاءة وباستخدام أفضل الممارسات والمعايير الطبية المتقدمة. كمان طالب الشيخ راشد بن حميد منتسبي كرة القدم بالدولة الاستفادة من وتلقي جرعة اللقاح حفاظا على وسلامة الآخرين. الصحيفة كمان أكدت أن اتحاد أنهى كل الترتيبات الخاصة بعملية طبعا اللقاح لكافة أندية الدولة من أجهزة وإدارية وطبية للفريق الأول والرديف، وكمان للمنتسبين لاتحاد الكرة والمنتخب ورابطة الإماراتية. طيب خلينا نروح للجهاز لمنتخب الكويت القدم بقيادة المدرب الحارس خالد عجاجي عبد الله عمار من معسكر المنتخب المقام حاليا بسبب الإصابة. الحارس بالمناسبة خالد عجاجي كانت ارتواء شديد في كاحل القدم بينما تعرض عبد الله لإصابة في الرباط الداخلي للركبة. استبعاد اللاعبين جه بعد ما رئيس اللجنه الطبيه طبيب الانتخابات الوطنيه الدكتور عبد المجيد البناني رفض مشاركه الثنائي في التدريبات تفاديا لهم وخساره جهودهم لفتره طويله. الجهاز الفني كمان للمنتخب الكويتي قرر ده حارس المنتخب الاولمبي دار عتيبي على ان يضم كمان مهاجم حال استبعاد احمد الشمري اللي تعرض هو كمان لاصابه في تدريب المنتخب. منتخب الكويت بالمناسبه مش هيلعب ماتشات منتخبات اللي جايه، ولكن هيلعب مع الكويتيه خلال فتره التوقف الدولي الحالي فيه بشكل كبير لتصفيات اسيا المؤهله للامم الاسيويه وكمان كاس العالم. حلوه الفكره دي ان انت لو مش متاح انك تلعب مع منتخبات في ظل الجائحه تتصرف وحتى تلعب مع انديه من الدوري. طيب منتخب مصر الاولمبي طبعا وكوريا الجنوبيه بكره اتنقل لاستاد السلام، وده بعد ما كان هيتلعب على استاد القاهره الدولي، طبعا حفاظا على النجيله بتاعه الاستاد او بتاعه الاستاد، خصوصا ان الاستاد ده في الفتره اللي جايه هيستضيف اكتر زي مثلا المنتخب الاول وتوجو وكمان مصر المنتخب الاولمبي والبرازيل، لانه هيستضيف الحدث والاعظم وهو نهائي دوري افريقيا ما بين الزمالك والاهلي. فاتفق اتحاد الشركه المنظمه للبطوله الوديه على المباراه على استاد المباراه الافتتاحيه للدوره الوديه الاولمبيه اللي زي ما قلنا لحضراتكم امبارح انها بضمبات طبعا منتخبنا الوطني الاولمبي والجنوبيه البرازيل. مكملين مع اتحاد الكره اللي عامل النهارده قرعه دوري القسم الثاني بمقر الكره بحضور الدكتور جمال محمد علي طبعا نائب رئيس الخماسيه ودكتور احمد عبد الله عضو اللجنه. الدوري المفروض يا جماعه انه هيبدا يوم 25 نوفمبر وباب اللي اتقفل قبلها بيوم يوم 24 نوفمبر. المسابقه دي بنظام 3 مجموعات، كل مجموعه هتضم 16. في النهايه هيصعد اول كل مجموعه الفائز من ال3 مجموعات يعني هيصعد 3 وهيهبط الاربع اللي هيكون ترتيبهم في الاربع مراكز الاخيره اسم الثالث. فده كان نظام او ده الاتفاق النهارده على القرعه. مع حضراتكم اخبارنا وخلينا نروح لاد النحاس المدير الفني الفريق للمقاولون العرب اللي قرر الاستغناء عن سن دفعه واحده قبل طبعا غلق باب القيد الجديد. اللاعبين السته كانوا هم طبعا محمود السيد، عبد العزيز موسى، اسلام صلاح ومحمد اشرف، وده طبعا بالاضافه لطاهر محمد اللي انتقل للنادي الاهلي. المقاولين كانت عدد من اللاعبين وهم احمد داوودة ونغموشي واحمد عبد العزيز زيزو. نروح كمان لنادي بيراميدز اللي قدم انه مهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب السابق، وده يعتبر الصفقه الرابعه لبيراميدز في صفقه الجديد بعد التعاقد رمضان صبحي وفتحي وشريف اكرام. جديد عن اسطوره بيراميدز الارجنتيني لمده موسمين. المدرب اللي كل الناس مش عارفه مين اللي هيكون المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز لانهم متكتمين جدا عن الموضوع وهم كانوا حابين ان الناس
بالمدير الفني الجديد النهارده في المؤتمر الصحفي اللي اعلنوا فيه عن المدرب واللاعب. المدرب الجديد عنده سيره ذاتيه كبيره ومحترمه جدا، وده بعد ما قاد من الانديه في 260 مباراه تقريبا، سجلت فيهم الانديه اللي دربها 421 هدف. وهو بالمناسبه تولى تدريب نادي بوكا جونيور وكمان شباب اهلي دبي والريان، وهو بالمناسبه عنده 45 سنه. طبعا سنه صغير لكن شويه درب كتير سواء الاوروبيه او الدوريات العربيه، وده مهم يعني في الدوريات العربيه هيفرق بيراميدز بشكل كبير. طيب